السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة للأهل جنود مع هاني عثمان. عايزين النهارده نتكلم ونقول إيه اللي حصل في دوري أبطال أفريقيا النسخة دي؟ ليه الأهلي هو اللي فاز بيها؟ الحقيقة لما تيجي تتكلم عن الأهلي، لا الأهلي منظومة تانية خالص، الأهلي دروس، الأهلي مواقف، الأهلي تاريخ، هو اللي صنع الإنجازات، مش الإنجازات اللي بتعمل النادي الأهلي. اللي حصل في البطولة دي إنك كمنافس راهنت على الأهلي رهان خسران، انك ظنيت نفسك ان انت عقده للنادي الاهلي. لو بصيت للارقام، على مجال الارقام احنا كنا متقابلين 11 مره، الاهلي كان فايز 4، الوداد فايز 3 والتعادل في 4. اذا كارقام انا فايز اكتر، فاذا لو في حد عقده للتاني فهو انا اللي عقده ليك، لكن انت حاولت ترسخ ده. يمكن الظروف خدمتك، انت اول نهائي بينا كان بمساعدات تحكيميه من هنا في مصر قدرت تفوز، ولكن لازم نقول ان برضو احنا ما كناش في حالتنا اللي هي، لان احنا لو في حالتنا اللي احنا عارفينها اللي هو الاهلي اللي بنشوفه دلوقتي، حتى لو في ظل المساعدات التحكيميه مش هتقدر تفوز على النادي الاهلي. وده اللي حصل السنه دي، كنا هنا في مصر ولينا 2 ضربه جزاء ولينا 2 طرد، ومع ذلك كنا متقدمين 2-0. التحكيم سبب من اسباب ضياع البطوله الاولى، وهو ده جمهور النادي الاهلي اللي ما بيتحججش، عشان جاي لنقطه باد لوزر اللي بيتكلموا عليها دي. جينا في النهائي الثاني، للاسف المؤامره جت من مصر واتلعبت مباراه واحده في الوداد، وحتى الجماهير ما كانتش حتى بالعدل متوزعه بالعدل، لا ده كان الجمهور كله لصالح الوداد وسايب لك جزء صغير لجماهير النادي الاهلي، قدرت تاخد البطوله. تيجي الظروف تدي لك النهائي الثالث بيننا وبين بعض، وتكون النهائي موجود عندك في ملعب مركب الخامس اللي اتحول بعد كده لملعب مركب منعم الفارس. ايه اللي حصل؟ جات لك البطوله وانت قلت عاوز الظروف خدمتك عشان تبقى عقده فعلا للاهلي، لكن اللي انت ما تعرفوش عن النادي الاهلي ان يا جماعه ده مش كلام، اللاعب متربي على كده في النادي الاهلي. بص، لازم تفهم ان اي واحد بيشتغل في مكان بيحكمه عبارتين مهمين جدا، او معيارين، وهما الحقوق والواجبات. اللاعب في النادي الاهلي من صغره واخد كل حقوقه ومتوفر له كل السبل، مقابل ان واجبك انك انك تجيب لي البطوله، انك ما تخسرش، انك تحاول على الفوز. هل احنا مش هنخسر؟ لا هنخسر، بس المطلوب ان نسب الخساره تبقى يكاد تكون معدومه، لكن هتحصل. لكن الطبيعي ان انا التعادل بالنسبه لي هزيمه. انا بحب اخسر؟ لا. والناس تقول لك اصل، ونرجع بقى لنقطه بدلوزر، النادي الاهلي ده ما بيحبش يخسر. انا ما بحبش اللعب في المفاهيم. ايوه ما بحبش اخسر، هو ده ميزه ولا عيب؟ زي ما حد يقول لك ايه، على فكره انا بتضايق منك عشان انت من النوع اللي بيتشدد برايه وايه، بيتمسك برايه قوي. ايوه طبعا، طب ما لازم اتمسك برايي، هو مش رايي. نفس القصه، الاهلي ما بيحبش يخسر، طب ما طبعا انا نادي بشارك في بطولات ما بحبش اخسر، دي ميزه مش عيب. لكن تيجي تقول لي ان انا بتحجج وبطلع بشتكي وبدعي المأموريه في حاله الخساره، لا ده مش النادي الاهلي، ده بالعكس. اخر 2 دوري، يمكن انا كنت بتناقش قبل كده مع حد اهلاوي، اللعيبه ومش اللعيبه، احنا بنطلع من البطوله مهما كان اللي حصل، اول حاجه الجماهير بتتكلم فيها بتلاقي نقد على اللعيبه، نقد على الاداره، نقد على المدير الفني. اخر حاجه ممكن نتكلم فيها الحاجات دي، برغم انها كانت بتبقى موجوده. يعني اخر 2 دوري واحد تناقش معايا وقال لي لا ان احنا قصرنا ومش عارف ايه، قلت له تمام انا مش هختلف معاك، لكن عندي سؤال ليك. لو كل واحد اخذ حقه بما يرضي الله، مين بطل الدوري؟ قال لي الاهلي طبعا. هو ده بقى جماهير النادي الاهلي عارفه ان في حاجات بتحصل، لكن مش هي اللي بتاعت المأموريه، مش هي بتاعت المؤامره، مش احنا كده، لا احنا الجماهير واعيه وعارفه قد ايه النادي الاهلي مش من النوع اللي بيتحجج. فلما تيجي تقول لي الاهلي باد لوزر، لا الاهلي ما بيحبش يخسر لانه نادي بطولات، وهو ده اللي حصل. جينا في البطوله ديت انت راهنت ان انا انت بقيت عقدتي، بالعكس ده انا اللي عقدتك على ارض الواقع. وده اللي حصل في الملعب، وطريقه اللعب الاستفزازيه اللي اتمنى يبطلوها بقى اخواننا في المغرب. يمكن من احد الطرق ديت كان سر فوز النادي الاهلي. يعني انا شايف اهم فترتين خلوا النادي الاهلي يفوق ويرجع يلعب كوره، ان جت الاستراحه بين الشوطين قدر النادي الاهلي يستفيق ويرجع بقى ما قعدوا. تاني حاجه لما الجماهير حدفت الشماريخ واللعب وقف شويه وبدات اللعبه تقعد تتكلم مع نفسها. وهنا عايز اقول لك ان الجماهير نفسها شربت من الموضوع ده. يعني كنت بتناقش مع صاحبي وحبيبي محمد سامي، كنا بنتكلم في النقطه دي، ان جماهيرهم لما بدات لقت الاهلي شد شويه وبدا هو اللي بيلعب افضل، بدات ترمي شماريخ عشان اللعب يقف، الرؤيه تنعدم وتكسر رتم المباراه. وده الجماهير ورثاه من طريقه لعب فرقتهم. الفرقه الثانيه فايقه وبتحاول اقع ارمي نفسك، الناس اللي واقفه بره ما بترميش كور، ودي الطريقه اللي اسميها في الكوره عار. اي واحد اهلاوي لو فرقته كسب بالطريقه دي والله كلنا ما هنفرح بالفوز ده، كلنا بلا استثناء، مفيش اهلاوي يحب كده. لكن الناس عندها الموضوع ده عادي. اما ايقاف للملعب شكل مش مشرف، وما اعرفش ازاي هفرحوا فوز زي ده. وهنا لازم برضو اتكلم على حاجه، فوز لاكشن.
بجد بقى كفايه قوي. الراجل ده خلاص يعني ايه، تقدر تقول كده طاح فيها قوي، زاد فيها قوي. الماتش خلاص، بعد الماتش ماشي في الملعب وكأن ملعبه. الراجل خلاص عارف، وصل من الكبر والعزم ان مفيش حد فارق معاه، ان هو ملك الكرة في افريقيا. ماشي بيتمشى في الملعب عمال ينقد اللعيبه كده قدام على المنصه وفي الملعب عادي. يروح لكهربا ما تتكلمش كتير، محمد هنا هو بيستلم الميداليه، خلاص بقى مش عايز اللعيبه تحتفل، وكاننا بنلعب في عزبته في ارضه. كفايه بقى كده، وكفايه بقى فساد كده، والراجل ده لازم يختفي من الساحه الرياضيه. مفيش رياضه كده ابدا، حتى واحنا بنستلم البطوله يسيب المنصه وينزل، وكاننا فعلا بنلعب في عزبته. كفايه وكفايه نغمه. الراجل ده ما شاء الله عليه، مغربه بيخدم بلده، ده يبقى اسمه راجل فاسد. انا اللي اعرفه بيشتغل في اتحاد اقليمي لازم يكون عادل مع كل الدول، لكن انا حتى لو مصري وموجود في الاتحاد الافريقي ويقول ما بيخدمش مصر، انا اشوف راجل فاسد وراجل لا يحق مكانه. اللي موجود في مكان اقليمي او بيرعى اتحاد معين لازم يكون عداله مع الجميع، اولهم الناس اللي بينتمي ليها. لازم يكون عادل، ولازم ننتهي من الفكره دي. فكره بقى نرجع تاني للنادي الاهلي، اللي بتقول لي الاهلي بقى لا، الاهلي مش عقده، الاهلي مش محدش معقده، بالعكس هو عقده الجميع. ولذلك ما بتلاقيش حب. الناس تقول لك ما بتحبش النادي الاهلي، انا مش فارق معايا على فكره، وطبيعي ان هو ما يحبكش وما تزعلش من كده. يعني روح انت للوداد، مين اللي طلعك من البطوله مين اللي خد منك اخر بطوله؟ هو الاهلي، كان زمان واخد 2 متتالي. طب قبل كده مين اللي كسبك رايح قبل كده في دور اقصائي، كسبك رايح جاي؟ مفيش غير الاهلي. طب يا فريق يا وداد، اخر ربع قرن مين كسبك في ملعبك في دوري ابطال افريقيا؟ قال لك مفيش غير الاهلي، وعملها مرتين. ازاي يحبك؟ الرجاء، مين اللي طلعك السنه دي بالبطوله؟ الاهلي. السنه اللي فاتت مين اللي طلعك؟ الاهلي. مين السوبر الاخير كنت هتاخده وما خدتوش بسبب مين؟ بسبب الاهلي. ازاي هيحبك؟ حتى سان داونز نفسه اللي الناس ماسكاه عليه عقده، مين خد منك ده اول دوري ابطال كنت هتفوز بيها؟ سان داونز. الاهلي في النهائي 2001. مين اللي طلعك في نسختين ورا بعض من دوري ابطال افريقيا مع موسيماني؟ كان الاهلي مع موسيماني وفايلر. فازاي عايزه يحبك؟ الترجي، مين اكتر فريق كسبك في ملعبك؟ الاهلي. مين اكبر نتيجه خسرتها في ملعبك؟ من الاهلي 3-0. ازاي هيحبك؟ ما هو كده، هو ده الطبيعي. الطبيعي ان هو ما يحبكش، الطبيعي ان هو ما يتمناش فوزك. وده سلوك بشري طبيعي، ومش ما يزعلناش. وعلى فكره النادي الاهلي يكفي جدا جمهوره، اصل انت جمهورك مش جمهور صغير، مش جمهور قليل، ده انت شعب. ففكره ان جمهوري بس هو اللي بيشجعني دي لوحدها كانك بتقول العالم كله بيشجعني. فان حد ما يشجعكش انا مقتنع جدا تماما باللي بيحصل. لكن فكره اللي حصل من المشجع ده، وانا زعلان جدا من واحد زي خيري رمضان. يعني انت ده نموذج زي ده يكفي انك تتكلم عليه وكده تبقى حلو قوي، لكن انك تستضيفه انت كده بتبروز ايه؟ انت بتدي رساله لاي حد عايز يطلع في برنامج تلفزيوني يعمل كل ما هو شاذ. حاجه زي كده المفروض نخفيها. والناس اللي بتعتب على تصرف لعيبه النادي الاهلي، انا واحد من الناس لو كنت في المطار ومع بعثه النادي الاهلي ما كنتش هعمل اللي بيحصل ده، ما كنتش احب ان ده يحصل. بس انا واحد اهلاوي في وسط هقول 80 مليون اهلاوي، في 30 مليون زيي، بس في 50 مليون فرحانين بالفعل، مبسوطين باللي هو عمل، باللي لعيبه الاهلي عملته. وخصوصا ان هو لما راح لجماهير لعيبه النادي الاهلي دخل لهم المطار زي ما شوبير قال امبارح، ده كان جوه عمل اكتر من كده. ما كانش فيه سبب، ما حدش استفزك، ما حدش ضايقك، انا مش راح العبك انت اصلا. فما فيش سبب للاستفزازات، ومع ذلك جيت استفزتنا وقربت مننا. وعاجبني جدا تعامل بعثه الفريق مع الشخص ده. وده كان محور نقاش برضه في روم في تويتر، واتقال لي نعمل ايه في تصريحات زي الدردير وخالد الغندور. في ناس قالت تتجاهل، لا انا كان ردي ان لازم الطريقين نستخدمهم. اول طريق هو التجاهل في بعض الاحيان، في طريق تاني لازم تتحول الموضوع لسخريه. عشان يتحول النقد دوت لمجال للسخريه والتريقه، فصاحبه يتكسف على دمه ما يعملهاش تاني. وده اللي حصل من تعامل بعثه النادي الاهلي مع في اللي عدى من جنبه كانه هوا، وفي اللي زي الكابتن سيد حفيظ بص له ضحك كده بشكل سخريه يخليه يتكسف من نفسه. لكن لما لعيبه النادي الاهلي بقى جت لقيته في المطار، اولا في 100 سبب يعملوا كده، ده شباب صغير تم استفزازه وربنا نصره ولاك قدامك. مطلوب اللي عملوه، انا عن نفسي بقول لك هم ما عملوش، لكن انا ما بلومش عليهم في اللي عملوه. وتحديدا ان ما حدش فيهم غلط فيه، حدش فيهم قرب منه، حدش فيهم اتكلم عن نص كلمه. الناس عماله تغني في وسط الملعب، في وسط هو حاطينه في النص وعمالين يغنوا الليله الحلوه دي اليوم الحلو ده، ومحدش يجي جنبه خالص. فحته الناس اللي بتعترض على اللي حصل ده، لا اللي حصل ده انا مش شايفه، لو انت رافضه في غيرك قبله، وما فيهوش اي اهانه ولا قله ادب ولا اختراق قيم زي ما كان بيقول. اخر حاجه بقى وعايز اتكلم فيها، حته اطهر الطاهر والكلمه الكتير قوي بتاع الموضوع ده بيضايقني جدا. يمكن ناس كتير اتكلمت لو كان محمد هاني سجل في صن داونز ولو طب انا في لا سيبك بقى من القصه دي كلها. هو بعد اطهر الطاهر ما ضيع ضربه الجزاء ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الاهلي فاز على الرجاء وراح تعادل في المغرب، فاز على الترجي رايح جاي، كسب الوداد وتعادل معاه في المغرب. الاهلي ما خسرش، الاهلي لعب 6 مباريات مع 3 فرق هم الكبار في القاره الافريقيه وما خسرش من حد منهم وفاز على ال3. هل لا يستحق البطوله؟ هل القصه في اطهر الطاهر؟ بلاش. زي ما انت زملكاوي ولا اي حد ما بيشجعش الاهلي طالع عمال تدعي على اطهر الطاهر ومنك اللي انت عملت فيهم كذا كذا. طب ليه ما بتدعيش على الرجاء انه ما عرفش يطلعني؟ ليه ما بتدعيش على الترجي انه ما عرفش يطلعني؟ ليه ما بتدعيش على الوداد نفسه وانت ودادي
بتقعد تقول منك لاطهر الطاهر، ليه ما بتدعيش على فرقتك ان هي ما عرفتش تكسبني؟ ففكره اطهر الطاهر بصراحه كان في الاول على مجال يعني على سبيل السخريه والضحك كان ماشي، لكن فكره ان احنا ناخدها بقى ونفضل نقول اطهر الطاهر ونمشي ورا القصه دي، بصراحه الموضوع ده مش مضايقني شويه من موضوع اطهر الطاهر ونتكلم فيه كتير. لا، احنا خدنا البطوله لان احنا الاقدر بيها، لان احنا الاحق بيها. فرحان جدا لرامي ربيعه، واحد من ابناء الاهلي بجد، ان هي بقت البطوله الخامسه وتساوى مع الزمالك ومازيمبي، وبقى هو كده من اقرب المنافسين للنادي الاهلي. ان شاء الله ان شاء الله البطوله الجايه يكون معانا رامي ربيعه ياخدها ويبقى صاحب المركز الثاني في الفوز بدوري ابطال افريقيا مع وائل جمعه بعد الكبير النادي الاهلي. ونشوفكم على خير. والسلام.